هو كان في كلام أول وكلام تاني ومين سأوفيلوس؟ سفر أعمال الرسل 28 إصحاح، صغير مش كبير، بس شوية إصحاحات فيهم حاجات مهمة جدا. تعالوا خلال صيام الرسل نمشي كده في سلسلة وناخد إصحاح إصحاح، نفهم إيه الحاجات اللي فيه وناخد نظرة عامة عنه وناخد درس منه. وطبعا متروك لكم إنكم تكملوا بقى وتتلذذوا بالكتاب المقدس، تقروا فيه أكتر، تقروا التفسير أكتر وتفرحوا بيه. يبتدي سفر أعمال الرسل بالكلام الأول الذي أنشأته يا سأوفيلوس. إيه الكلام الأول؟ ده اللي ابتدى بيه أول كلمة في سفر أعمال الرسل، كان مقصود بيه إنجيل لوقا، لأنه اللي كاتب سفر أعمال الرسل هو معلمنا لوقا. وإنه قال إنه في إنجيله اتكلم عن كل ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. وهنا ناخد أول رسالة مهمة، إنه علشان نبتدي نعلم ونفهم الناس عن ربنا لازم نختبر الأول ولو بدرجة. مش لازم نعمل كل التدريب اللي احنا بنقول للناس عليه، لكن على الأقل لازم نبتدي نجاهد فيه. طب وبعد كده ابتدى معلمنا ماري لوقا يكتب لنا بقى سفر الأعمال، ويوضح إنه سفر الأعمال ده هيتكلم عن عمل الروح القدس داخل الكنيسة وداخل التلاميذ، لأنه قال بعدما أوصى بالروح القدس، يعني وعد التلاميذ إنه الروح القدس هيحل عليهم وهيذهبوا ويكرزوا. عشان كده هنلاقي كلمة الروح القدس موجودة في سفر الأعمال 54 مرة. الشاطر اللي طول ما هو بيقرأ في سفر الأعمال كل ما تيجي كلمة روح قدس يعلم عليها كده ويعرف هو إيه اللي حصل من الروح القدس هنا. وبعد كده الحقيقة يفكرنا كده ويقول إنه ربنا يسوع مكث 40 يوم مع التلاميذ، كان بيعمل ايه؟ بيكلمهم وبيعلمهم الامور المختصه بملكوت الله. ودي حته مهمه قوي في سفر الاعمال، لانه هنا بيفهمنا الكتاب المقدس انه في حاجه اسمها التسليم. مش كل الحاجات اتكتبت في الكتاب المقدس او في البشائر الاربعه، في حاجات كتيره ربنا يسوع بنفسه سلمها للتلاميذ، والتلاميذ سلموها للي بعديهم للي بعديهم لغايه النهارده كل جيل بيسلم جيل. الكلام كله كان مختص بملكوت الله، فما سمعناش خلال ال40 يوم اللي ما بين القيامه والصعود انه في معجزات شفاء بقى او حاجات كده، لانه خلاص بقى سيبنا من الارضيات بقى، خلينا نركز في السماء عشان هو ده الهدف اللي احنا واصلين. طب مين ثأوفيلوس؟ ده الشخص اللي معلمنا ماري لوقا كان بيكتب له، لكن الكتاب المقدس قصد انه يتكتب الاسم ده ليه؟ عشان معناه محب الاله. فالرساله موجهه لمين؟ لاي حد بيحب ربنا. لو بتحب ربنا طبعا موجه ليك كل سفر الأعمال، يلا روح اقراه. يقول كمان في أول إصحاح إنه ربنا يسوع وعد تلاميذه إنه ستنالون قوة لما الروح القدس يحل عليكم، وتذهبوا تشهدوا بقى وتعلموا فين؟ في أورشليم وفي اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض أو إلى أقصى المسكونة. طب ده يخصنا في إيه؟ ما هي الرسالة دي لكل واحد فينا، إنه ربنا عايزنا نشهد عنه في كل حتة. تشهد في بيتك ودي أهم حاجة، تشهد في الدايرة القريبة، وفي أي حتة بقى أنت موجود فيها أيا كانت. ده دور كل إنسان مسيحي. المسيحي بطبعه خادم، تستناش بوزيشن في الكنيسة. أي مسيحي سواء خادم بالمعنى اللي احنا عارفينه أو مش بيخدم في الكنيسة محتاج يكون خادم. طب ودور الخادم لازم يكون قدوة في الأول في بيته جوه أورشليم، وبعد كده يبقى قدوة في الشارع مع قرايبه مع عيلته ومع الناس اللي هو عارفهم. طب وبعديها يبقى قدوة لكل الناس ويتكلم في أي حتة يقولوا ده مسيحي، ده بيشهد عن إلهه. طب لازم الترتيب، هو مش مهم الترتيب، لكن الأهم إنه ما ينفعش نبقى بنعمل حاجة في حتة والحتة التانية بنعمل عكسها. يعني ما ينفعش أبقى بتكلم بره عن ربنا كويس قوي وأهل بيتي بعملهم وحش قوي. المهم إني في كل حتة أكون بشهد عنه. بعد كده حصل حدث الصعود، وبعد الصعود الحقيقة حصل حاجة مهمة قوي، إنه التلاميذ اتلموا كلهم في العلية، قعدوا مع بعض بيعملوا حاجة مهمة قوي، بيصلوا بنفس واحدة. يعني كلهم مع بعض زي صلاة الليتورجية بتاعت الكنيسة، سواء قداس تسبيحة عشية أي صلاة جماعية. ويأكد كده الكتاب المقدس إنهم كانوا مع النساء، يعني دي صلاة جماعية مش بتخص حد لوحده. ويأكد كمان ويقول مع مريم أم يسوع وإخوته. اخواته هم مين دول؟ اخوة يسوع دول مش ولاد امنا العذراء، دول يظن البعض انهم ولاد خالته او ولاد عمته. الكالتشر في الوقت ده كان بيتقال عليهم اخوات، زي ما دلوقتي احنا ممكن نقول على اي حد ده احنا اخوات وما نبقاش اخوات بالجسد يعني. يختم بقى الاصحاح بحاجه مهمه جدا، وهي ان بطرس الرسول وقف في النص وقال لهم يا جماعه احنا محتاجين ناخد بالنا ونحذر، محتاجين نعمل حاجه. يهوذا
اللي كان ليه وظيفة وسطينا وكان محسوب واحد مننا، الحقيقة هو باع المسيح واشترى حقل الدم. مع ان اللي يتابع الاحداث يلاقي ان مش يهوذا هو اللي اشترى الحقل ده، راح رمى الفلوس للكهنة بعد كده وقال لهم انا مش عايزها، فهم اللي اشتروا بيها الحقل. لكن نسب شراء الحقل ليهوذا. ليه؟ اصل هو ربنا من البداية كان واضح، محدش هيعرف يجمع بين حب المال وحب ربنا، مش هنعرف، يا هنمشي هنا يا هنمشي هنا. طب النتيجة راحت وظيفة يهوذا منه وهو اللي ضيعها بإيده. وأخدها مين؟ أخدها متياس الرسول، بأنهم اختاروا 2 ينطبق عليهم الشروط وعملوا قرعة، والروح القدس هو اللي أرشد واختار. زي ما النهاردة بنعمل نفس القصة في اختيار قداسة البابا، إننا نختار ككنيسة ونقول هم دول يا رب اللي بنقدمهم لك، وربنا يمد إيده ونختار بقرعة اسم حد فيهم، يبقى السما هي اللي اختارت. فمتياس الرسول الحقيقة أخد وظيفة يهوذا وأعد مع 12 تلميذ. طب ناخد درس كده صغنن وتحذير صغير عشان بس نطلع بحاجة في آخر الحوار، إننا محتاجين نعمل ونعلم، مش نعلم ونعمل. وما تقولش طب خلاص انا ولا هعلم ولا هعمل، لا ما ينفعش، انت جواك الروح القدس، يلا لازم تعمل. فيلا اعمل، بس قبل ما تعمل لازم تفعل الاول، جاهد فيها. الحاجة التانية نركز على صلاة الليتورجية. افتكر كده تلاميذ وهم متجمعين في العلية، الليتورجية الصلاة الجماعية، أي صلاة جماعية في الكنيسة، قداس، نهضة، عشية، تسبيحة، نحضر محبة المال، نحضر نحط قدامنا يهوذا شبه الخائن يعني. كملوا معانا بقية السلسلة، هناخد كل شوية كده إصحاح نتفاهم فيه ونعرف إيه أحداثه ونتعلم منه إيه.